خلي أول شيء نعرف شو القصة، ما الذي قدح في أذهانكم، لماذا اخترتم هذه القناة بالذات، هل عندكم متابعة، لماذا قررتم إعلان الاستبصار؟ بارك الله فيكم، تفضل. بارك الله. صوتي واضح أستاذ وعد؟ واضح الآن. أستاذ وعد، طبعا أنا متابع قناتكم الكريمة من فترة طويلة، وكل اللي ذكروه اللي قادني للتشيع الأدلة اللي تقدموها، يعني دائما أرجع لها ألقيها أدلة صحيحة وموثقة وما ممكن الرد عليها. لكن تدري احنا تربيتنا احيانا تمنعنا من السير بالطريق الصحيح. فأنا قررت ابحث، وعندي اصدقاء من الشيعة سألتهم والحمد لله الله يجزاهم بالخير ما قصروا وياي، لكن شفت انت واستاذ ميثم والشيخ احمد الامامي، يعني الادله ما حد يقدر يرد عليها. طبعا انا سبب تشيعي اذا اقول لك يمكن تستغرب. طبعا الفضل لله، وبالدرجه الثانيه لابو عائشه وابو سلطان، لان ما شفت عندهم رد، يعني من تقدمهم وتقول اقدم الشيخ ابو عائشه او ابو سلطان يردون على ادلتكم. ما شفت فد يوم دليل واضح وصحيح، مجرد لف ودوران وكذب. بصراحه لا تزعلوا من عندي. فاني قررت ابحث. بالعاشر من محرم استمعت مقتل الامام الحسين، شفت الطريقه البشعه والخسه من اعدائه. يعني اريد اسال اي ناصبي، لو الامام الحسين سيطر على المشرعه ما كان سقى جيش اعداء ما كان سقاهم الماء مثل ما سواها الامام علي؟ 3 ايام الاطفال بدون ماء، يذبح الطفل ويقطع راسه ويتخلى على الرمح ويرد صدر الحسين ويقطع الخنصر وتسلب حتى ملابسه يسلبوها. يعني شنو من خسته هذا؟ بعدين اكو اسباب رئيسيه، يعني ارجوكم لا تقاطعوني. تسمعني استاذ وعد؟ تسمعني؟ نعم نسمعكم. نعم. انا بحثت بصراحه وشفت اكثر شيء انا اركز على قناتكم المباركه، لكن شفت اتابع ايضا بعض القنوات ذكروا اشياء خلتني يعني اتفاجئ. يعني مثلا مره استاذ ميثم الموسوي ذكر انه ابو سفيان بخلافه ابو بكر قال لقد وضعتموها في اخس بيوت قريش. صح؟ نعم. يعني هذه المقوله انا ما تفوت عندي بسهوله، قلت لازم ابحث. بعدين اكو مقوله اخرى كنا نقولها احنا ويعلمونا اياها، انه الاسلام اعز الله الاسلام بعمر بن الخطاب. زين، اعز الله الاسلام بعمر بن الخطاب، لازم عمر بن الخطاب من وجوه قريش يكون، صح لو لا؟ نعم. واذا يطلع دلال حمير، يعني شنو هذا؟ شلون اعز الاسلام بدلال حمير؟ والمفاجاه الكبرى، وارجوك لا تقاطعني ارجوك، نسب عمر، نفيل وصهاك وحنتمه، واذا تحب اشرح يعني هاي بحثت عنها ولقيتها سلسله مال اولاد سفاح. شلون انا اخذ ديني؟ ما يشرف لي اخذ ديني من ابن سفاح. طيب انت عائلتك الان بس حتى نفهم. نعم. الان يعني مثلا عشيرتك محيطك الان هم سنه؟ كلهم سنه. كلهم من اهل السنه. ومنطقتكم يعني سنيه ولا انت عايش يعني في منطقه شيعيه؟ لا سنه كلهم سنه. كلهم سنه. زين، الان وصلت الى هذا، ايش قد مده البحث يلا وصلت الى هذا القرار؟ اقل من سنه. اقل من سنه او اقل. اكو بعد امور اخرى، اسباب اخرى استاذ وعد. نعم. اكو فتوى راح اذكرها بشكل لين احسك يعني تنحرج من عندها.
فتوى لأبو حنيفة نعم يجيز نكاح المحرمات. هاي وقف شعر راسي، يا دين هذا أنا يعني هذه 50 سنة عمري، 50 سنة عايش بضلالة. واحد يجيز نكاح محرمات، واحد ابن سفاح، لا الدين من اخذه؟ ليش ما اخذه من آل البيت اللي نسبهم معروف وواضح واضح؟ يعني انا ما شفت شيعي انحرج بسؤال. هاي المشكله، هاي مشكلتي انا اللي خلتني ابحث. ما ينحرجون. ولا ربعنا يلف ويدور ويلف ويتعشى. متابع بعض القنوات يعني اكو مخازي بيها، مخازي بالبخاري ومسلم، مخازي يعني والله اخجل احكيها. بس انا اطلب من عندكم استاذ وعد رجاء ذكروا مقتل الحسين، طريقه قتل الحسين وعائله الحسين واصحاب الحسين واولاد الحسين ان شاء الله. يعني احنا ترى صح سنه بس مو ما عندنا انسانيه. يعني من نسمع الحسين يتقطع بهذا الشكل قلوبنا يعني تتألم. صح احنا عندنا غشاوه، ما صار عمري 50 سنه ما سامع الحسين شلون قتل، ما سامع. يقولون قتل الحسين، شلون قتل؟ طريقه قتله ما نفهم. ليش خرج الحسين ما نفهم. هسه فهمنا منكم ومن بعض القنوات واكثر شيء قناتكم. يعني انت سويت شغله انا اباركك عليها، انه تخليهم يطلعون القيح اللي بقلوبهم، تطول لهم وتخليهم يطلعون الى